أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس إدارة التسويق. الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم فيها عن القيمة. هنعرف إيه هي القيمة، لأن أي شخص، أنت وأنا وغيري وأي حد من الناس بيشتري منتج أو خدمة، هو بيشتريها علشان خاطر القيمة اللي في المنتج، ما بيشتريش المنتج نفسه، هو بيشتري القيمة اللي موجودة في المنتج. وده اللي احنا هنتعرف عليه في الحلقة بتاعتنا ان شاء الله. وقبل ما ندخل في الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. وانا شاكر لكل الناس اللي بيعملوا كومنتات ايجابية وبيشجعونا في الكومنتات بتاعتنا. عندنا قيمة اجتماعية، والقيمة الاجتماعية هي الحاجة او البراند اللي انت بتمتلكه بيحطك في فئة معينة او طبقة معينة. مثلا لما تشتري فيلا ب50 مليون جنيه ده بيحطك في طبقة معينة، لما تركب عربية مرسيدس ده بيحطك في طبقة معينة، لما تشيل ايفون بيحطك في طبقة معينة، لما تلبس لبسك من براندات مشهورة ومعروفة ده بيحطك في طبقة معينة. فإذا من هنا يبقى القيمة اللي موجودة في المنتج ده إن هو بيضيف ليك قيمة اجتماعية، بيحطك في طبقة معينة، يبقى ده قيمة بيضيف ليك قيمة اجتماعية. عندنا قيمة تجربة المستخدم، وده القيمة اللي بيضيفها الخدمة بتاعتك، بيضيفها الموقع الإلكتروني بتاعك، بيضيفها البراند بتاعك للعميل. تجربته معاك كانت عاملة ازاي من حيث خدمة العملاء، سرعة الطلب، من حيث الراحة لما زار الموقع بتاعك أو المكان بتاعك، من حيث اللوكيشن بتاع البراند بتاعك وسهولة الوصول ليه وقربه من الخدمات، من حيث الابليكيشن اللي انت بتقدمه وسهولة تصفحه وسهولة التعامل معاه. كل ديت قيمة بيضيفها البراند بتاعك للمستخدم، واللي هي قيمة الاستخدام. عندنا بعد كده قيمة تساوي السعر. انا دلوقتي مثلا اشتريت منتج وليكن حذاء، الكوتشي او الحذاء اللي انا اشتريته حطيت فيه سعر وليكن 500 جنيه، في حين ان كوتشي تاني هو عامل 200 جنيه. بس ال 500 جنيه اللي انا حطيتهم فيه هو ممكن يقعد معايا الكوتشي حوالي 3 سنين ما اشتريش كوتشيات تاني، لكن الكوتشي اللي انا هدفع فيه 200 جنيه ممكن بعد سنة اغيره. يبقى انا دلوقتي حطيت سعر مقابل قيمة. طب لو عملنا العكس، لو كنت حطيت 500 جنيه في الكوتشي اللي هو ممكن يقعد معايا سنة، يبقى كده انا حطيت سعر اعلى من القيمة. يبقى دلوقتي انا عندي سعر بيساوي القيمة، يبقى انا حطيت فلوس مقابل قيمة على قدها بالظبط، انا خدت مقابلها قيمة. طب قيمة اقل من السعر، يبقى انا دلوقتي حطيت فلوس في منتج والمنتج ده قعد فترة بسيطة جدا معايا وباظ، فاضطريت ان انا اشتري منتج تاني. فاذا من هنا حد بيقول لي انا ارخص، فاشتريت منه المنتج علشان هو ارخص، لان المنتج قعد معايا 6 شهور وباظ، في حين ان المنتج التاني اللي كنت هشتريه اغلى كان ممكن ازود حاجات بسيطة واشتريه اغلى، لكن كان هيقعد معايا فترة اطول. يبقى هنا انا بدفع فلوس اعلى من قيمة المنتج او الخدمة اللي انا بستخدمها. ممكن ادفع فلوس في منتج وبعد كده خدمة ما بعد البيع تبقى سيئة، خدمة العملاء تبقى سيئة، خدمة الصيانة تبقى سيئة، وهكذا. فبالتالي من هنا ممكن الاقي قطع الغيار بتاعت المنتج اغلى بكتير جدا اصلا من سعر المنتج. يبقى انا كده دفعت فلوس في منتج او في خدمة الفلوس اعلى من القيمة اللي انا اخدتها، فدوت بيسبب كره للعميل تجاه البراند ده. طيب قيمة اعلى من السعر، زي مثل بيقول الغالي ثمنه فيه. فانا دفعت فلوس في منتج وليكن اشتريت موبايل، الموبايل ده انا لما اشتريته قعد معايا فترة كبيرة، استخدامه سهل وسريع، قطع الغيار بتاعته متوفرة ورخيصة، مساحة التخزين بتاعته عالية، سرعة الرامات بتاعته معايا عالية، في أنظمة حديثة، الشركة بتاعته بتنزل إصدارات حديثة بشكل مستمر للأندرويد والسوفت وير بتاعه، فبيخليه بشكل مستمر أكنه موبايل جديد معايا. فحتى عدى عليه سنة 2 3 4 والموبايل أكنه لسه جديد، بيشتغل معايا زي ما اشتريته بالظبط. فاذا من هنا انا حطيت فلوس مقابل قيمه اعلى، يبقى انا خدت قيمه اعلى من حيث سهوله الاستخدام، من حيث تجربه المستخدم، من حيث سرعه استجابه خدمه العملاء ليا، من حيث قطع الغيار اللي متوفره في كل حته، من حيث اهتمام البراند بالمنتج دوت وبالعميل ده. فبالتالي من هنا
انا كده خدت قيمه اعلى من السعر. ودي كانت انواع القيمه اللي بيضيفها المنتج او الخدمه او البراند للعميل. يبقى انا كراجل صاحب بيزنس لازم من هنا اعرف ايه هي القيمه اللي انا بقدمها للعميل. القيمه بتكون موجوده في البراند نفسه بيقدم قيمه للعميل، ده حاجه. تاني حاجه الخدمات اللي بيقدمها البراند ديت قيمه، المنتج اللي بيقدمه للبراند ده قيمه. يبقى اذا انا عندي مجموعه قيم داخل البيزنس، فلازم اعرف القيم اللي انا بقدمها للعميل في كل عنصر من العناصر اللي موجودين عندي في البيزنس، علشان اقدر من هنا اعمل تجربة سلسة للعميل. ولو في مشاكل عندي اقدر من هنا الاحظها واحلها للعميل، واقدر من هنا اعدل واطور واحسن من جودة الخدمة والبراند والمنتج، واقدر من هنا اوصل للعميل المميزات اللي موجوده عندي واللي تخليه يشتري مني المنتج، واحط لنفسي ميزات تنافسيه، واعرف قيمتي الحقيقيه والفعليه ايه علشان اقدر ابيع منتجي وخدمتي بشكل حقيقي وكويس. ولو كنت مسوق فانت بتعرف القيم علشان لما تيجي تشتغل في شركه ماسك اداره التسويق ليها، تبقى انت قادر تحلل وضع الشركه ده عامل ازاي، وتقدر تحط الخطط والاستراتيجيات المناسبه، وتقدر تشوف ايه هو التطور والتعديل والتحسين اللي ممكن تعمله في الشركه، وان انت ازاي تكبر وتعلي من قيمه البراند والمنتج والخدمه. ولو كنت شركه تسويق او شغال في شركه تسويق او شغال مسوق فريلانسر، فانت لما تعرف ايه هي القيم وانواع القيم، وتقدر تحدد البيزنس اللي انت شغال عليه ده عميلك دوت ايه هي القيمه اللي موجوده عنده فعليا، وتقدر من خلال القيم تحلل البيزنس اللي انت شغال عليه عشان تعرف هو واقف في انهي نقطه وعايز تاخده لانهي نقطه. ولما تيجي تعمل اعلان للعميل تبقى عارف ازاي هتعمل الاعلان بشكل مناسب وبصيغه مناسبه توصل للعميل وتوصل له فعلا المنتج او الخدمه بشكل هو فعلا بيقدم له قيمه. ولما تيجي تعمل تحليل للمنافسين اللي انت بتدرسهم، فانت تبقى قادر من هنا تحدد ايه هي القيم اللي المنافسين دول بيقدموها، علشان لما تيجي تجاوب على سؤال ليه انا مش المنافس، تبقى قادر من هنا تجاوب على السؤال دوت بشكل كويس، وتقدر تجاوب على العميل بشكل كويس. ولما عميل يقول لك انت سعرك غالي، تقدر تجاوبه بشكل كويس، وتقدر تعرفوا ايه الفرق ما بينك وما بين المنتجات الاخرى اللي موجودة في السوق، وليه السعر بتاعك مختلف، وليه انت مميز ومختلف عن السوق. ما تنساش تعمل اشتراك لو ما كنتش عامل اشتراك، وتسيب لي كومنت وتعمل لايك، ولو حبيت تعمل شير وكرم من عندك تعمل شير وتقول لاصدقائك علينا، فده هيكون كرم منك. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من حلقات كورس علوم التسويق او ادارة التسويق.